المغرب. وأنا أشكره جدا على الوضوح والصراحة، أشكره جدا، ونظن الشعب الجزائري يشكره على هذا الوضوح. ماذا يقول هذا التصريح؟ إنني كلما ضربت في الصحراء وكلما ضرب الجيش الموريتاني فسأضرب الجزائر، فسأعتدي على الجزائر. هذا كلام ملك المغرب. كل ما توقع عملية في الصحراء فسأضرب الجزائر وسأعتدي على الجزائر. أنا استمعت بإمعان عندما كان يتكلم على هذا الموضوع، وذكر بالفرنسيين التاريخ القديم. طبعا أنا لا أريد أن أنزل إلى مستوى معين في حديثي أبدا، لأنني أعتقد وأعتبر أن الحالة لا تحتاج إلى استعمال الكلمات التي فيها السخرية وفيها السب وفيها الشتم، وإنما فقط نعالج الجانب السياسي. تكلم على حق المطاردة، وهذه تعرفوا أنها أول اللي انشأ هذا التعبير وصاغ هذا التعبير انظر الاستعمار الفرنسي، وطبق هذه الفلسفة، فهي في الأصل فلسفة استعمارية محضة. ضربت قواعد الثورة الجزائرية في ساقة سيدي يوسف، وبعد تأميم القنال كذلك كان فيه تأميم القنال، وكانت الثورة الجزائرية مثل ما كان يعتقدوا في ذلك الفرنسيين في ذلك الوقت بأنه عندما تضرب القاهرة فستتوقف الثورة الجزائرية. واستعملت هذه السياسة في الفيتنام وفشلت، وهي الآن اللي يطبقوا فيها الإسرائيليين بالنسبة للبنان وبالنسبة للمداشر العربية، وتطبق فيها جنوب أفريقيا وروديسيا. ملك المغرب قال للشعب الجزائري بصريح العبارة: أنني قررت الاعتداء على حرمتك، قررت الاعتداء على سيادة بلادك، قررت اختراق الحدود الجزائرية. طبعا أمام الحالة